وكأن الرجل يتكلم عن نفسه. الأربعاء 9 من نيسان أبريل عام 1980 ينفذ صدام حسين حكم الإعدام بحق مؤسس الحركة الإسلامية العراقية المرجع الديني آية الله السيد محمد باقر الصدر. وفي يوم الأربعاء 9 من نيسان أبريل عام 2003 يسقط نظام صدام حسين، ومعه تسقط أسطورة البعث العراقية. إنها سخرية القدر كما يحلو للبعض أن يصفها، أو أنها انتقام السماء كما يقول تلاميذ السيد الصدر. كان البعثيون قد حاولوا أكثر من مرة جرف قبر السيد الصدر. حينها عمد بعض النجفيين إلى فتح القبر وإخراج الجثمان ونقله إلى مكان سري. كرروا العملية ثانية حفاظا على سرية المكان، إلى أن استقر الأمر على المكان الحالي حيث يرقد جثمان الشهيد الصدر. اليوم في ذكرى مرور أكثر من ربع قرن على شهادته، ورغم كل محاولات البعث السابقة طمس سيرته ومسيرته، يلحظ الناس البصمة الدينية في مختلف جوانب الحياة السياسية العراقية، وتعاظم دور علماء الدين والمؤسسة الدينية العراقية لا سيما في النجف الأشرف. هذا ما اعتبر استمرارا للحركة التي بدأها السيد محمد باقر الصدر منذ أكثر من 40 عاما، والذي يعتبر المؤسس العملي والفعلي للحركة الإسلامية في العراق الحديث، والذي بصم الحوزة النجفية والعراق بأسره بلون يقول أو يأمل العديدون أنه سوف يرسم مستقبل العراق الآتي.